ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. جالي سؤال، انا محبط يعني. ناس كتير بعتلي بصراحه 3 4 تقريبا. انا محبط وحاسس ان انا زهقان ومش عارف ادخل في مود المذاكره. مش عارف احس ان بدايه الترم بدات، او مش عارفه تحسي ان بدايه الترم بدات. بمنتهى البساطه، انت او انتي مش حاطين هدف قدامكم اصلا، عشان كده حاسين بالزهق والملل. بمعنى، انا عايزه انظم اليوم وعايزه ادخل في مود المذاكره، يبقى انا لازم احط هدف قدامي اللي انا اعمله. طيب ايه الهدف المتاح دلوقتي بالنسبه لي؟ الهدف المتاح دلوقتي لو انا بحضر الكليه، يبقى انا هدفي ان انا انزل اسمع الدكتور ده بيقول ايه. جمعت معلومه 10% 20% لحد لما الكتاب ينزل. طيب انا مش بنزل الكليه لظروف ما، خلاص. شوف المحاضرات اللي بتنزل على الجروب او اي جروب في الكليه وما اكترهم. شوف المحاضرات، شوف الدكتور بيقول ايه، شوف بيتكلم عن ايه. برضو انا كده كونت فكره. تمام. طيب انا ولا بشوف محاضرات ولا بقرا محاضرات، انا باخد كورسات. لو الاوفلاين اسمع الدكتور بيقول ايه ونبدا نذاكر بعد لما الكتب تنزل او المذكرات تنزل. طيب انا باخد اونلاين كذلك، هتقعد تسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. ليه؟ كونت معلومه. تمام. طيب ده الهدف اللي انت تقدر تحطه في الدراسه. طيب انا زهقان اكتر، يعني حاسس ان انا عندي وقت فراغ اكتر. روح الكليه. مش عايزه اروح الكليه، طيب انزل جيم مثلا. ده بيطلع الطاقه وبيحسن فعلا مود الواحد جدا. بس عايز انتظام طبعا وعايز يبقى الواحد عنده حماس، وانتوا شباب لسه يعني. المفروض ان انتوا يكون عندكم حماس اكتر من كده. واختصر الموضوع، انت فاقد الشغف وعندك احباط. كلمة بسيطة، انت ما عندكش هدف. حط لنفسك هدف، هتلف حواليه، هتحس ان انت حياتك لها معنى. عشان كده انا دايما ضد الفراغ، لان الفراغ هو مصدر لاكتئاب، صغير او كبير. يعني ملهاش دعوة كطالب او مش طالب، لا، هي صغير او كبير. فراغ يعني اكتئاب بصراحة. فحاولوا ان انتوا تشغلوا نفسكم في الحاجة اللي انتوا بتحبوها كمان. تمام. وبفكركم، المذاكرة اللي انتوا بتذاكروها دي مش عشان توصلوا لحاجة، انتوا بتذاكروا من اجل المذاكرة، لان ده دوركم، ده نجاحكم. انتوا لازم تنجحوا، مش لازم تفشلوا نهائي. شيلوا كلمة الفشل دي من حياتكم. تحاولوا مرة واثنين وثلاثة، اكيد ربنا هيكرمك في مرة يعني ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. لو احتجتوا اي حاجة اسألوني. سلام.